الأسطورة البولغا أفضل لاعب في التاريخ ليونيل ميسي يصبح أعظم هداف في تاريخ كأس العالم. أول هاتريك في كأس العالم 2026 يسجل باسم الأسطورة ليونيل ميسي في شباك الجزائر. أسطورة ليونيل ميسي بعد ما سجل الهدف الأول ضد الجزائر قاعد يبكي. أي شغف تملك يا أسطورة. والله العظيم من أجمل السهرات الصباحية. هارد لك لإخواننا الجزائريين. يا جماعة انسوكم من هاتريك ليونيل ميسي وإنه أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، وركز لي على هاي اللقطة يا رجل، ركز لي على هاي اللقطة من الارشيف فار عم تحكي وتعترف بانه ليونيل ميسي كان يجب طرده بهاي اللقطة، كان يجب اعطاء ليونيل ميسي كرت احمر مباشر من بعد تدخله القوي على قدم لاعب الجزائر من الخلف. يخرب بيت ام الجنون يا جماعة. ليونيل ميسي حاليا عم بلعب، ليونيل ميسي من بعد هاي اللقطة سجل هدف، بس ركز لي هون، كان يجب طرد ليونيل ميسي. هذا الكلام مش من عندي، هذا الكلام من الارشيفو فار، الصفحة المتخصصة بالفضائح التحكيمية حاليا في بطولة كأس العالم. كان يجب طرد ليونيل ميسي امام الجزائر يا جماعة. الناس اللي بتستظرف وبتشجع الارجنتين وبتحكم، احنا هنا بنشجع الجزائر، احنا هنا بنشجع الجزائر وبنشجع العرب. اللي عايز يشجع الارجنتين يروح مع الارجنتين، يروح مع الارجنتين، يروح مع بتوع الارجنتين. بستأذنكم اي حد بيشجع الارجنتين محدش يرد عليه يا جماعه، طالما ما بيغلطش فينا هو حر. يعني ارحب بالارجنتينيين، ما يهمش الارجنتينيين يا جماعه برضو مش مشكله، يشرفونا، سيبهم ما فيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. سيبوا طالما الارجنتينيين دول ما بيغلطوش فينا مش مشكله، سيبوهم يا جماعه، سيبوهم محدش يرد عليهم، بس سيبوهم يشجعوا فريقهم عادي. احنا بنحب الروح الرياضيه. رسميا ميسي صار الهداف التاريخي لكأس العالم، واليوم يا اخوان سجل 3 اهداف. ميسي وتاريخه كل شيء وما حد يختلف عليه، بس هذه لو اليوم انحسبت احمر يا اخوان كانت المفروض ال3 اهداف ما تنحسب. ماذا لو يا اخوان كنا سمعنا يا اخوان كلام مو طبيعي لو انه هذا اللقطه لكريستيانو رونالدو، لكن بكره الوعد ضد الكونغو يا اخوان. كريستيانو رونالدو هو اللي حيحمل الفاتوره هذه للكونغو، زي ما كريستيانو رونالدو سوى هاتريك على اسبانيا يا اخوان في عز مستواها. باذن الله بكره ضد الكونغو مو هاتريك، سوبر هاتريك، كمان في عمر ال 41 سنه. والله يكرمك ان شاء الله لا تفضل متابع لانك بكره حترجع وتشوف. يا عيال بعد هاتريك ميسي اليوم على الجزائر مو بس انا انجنيت، هالاند انجن. هالاند الدبابة البشرية منزل في حسابه في البرنامج هذاك، منزل ميسي إذا ماد مان. ماد مان يعني رجل مجنون. ميسي رجل مجنون. ميسي جننت عقول البشر والفضائيين. هذا فضائي، ثلاجة، كوكب يمشي في الأرض، انجن. مو مستوعب انت ايش قاعد تسوي يا اخي. وقف يا اخي بالله وقف. والله اجيب لك كاس العالم اللي عندي في الغرفه، بس لا تاخذ كاس العالم ده. اللي كان كيقارن راسو بالمغرب وكيقول باللي قادر انه يربح الارجنتين، واللي كان كيقارن راسو يقول لهم حقا الارجنتين ربحتها غير السعوديه. اليوم تفرجنا في شوهه عالميه. ميسي هاتريك ديال ميسي 3 في كاس العالم، الهداف ديال كاس العالم غراس غراس على الجيري. هاد المره اللي وليو تسكتوا تبقاوش تهضروا بزاف. انا في بلاصتكم نعيط لعمي تبون نقول له قطع الكونيكسيون 50 عام لقدام. ما تزيدوش تبانوا، ما تهضروش كره، ما تهضروش على سيادكم، تهضروا على المغرب، ما تهضروا على دول اخرين، ما والو. نتوما ما عندكمش مستوى تاع كره، لا في كاس افريقيا لا في كاس العالم لا والو. نتوما فيكم غير هضره ويط بزاف، وبالواقع ما كان والو. ما شفنا هجوم، ما شفنا بناء، ما شفنا حتى شي لعبه. الدراجي قاعد يلحس باطل، في التالي رخفها ولا يقول لكم ميسي الاسطوره. راه ما يمكنش انت ما عندكش كره مبنيه، ما عندكش وزن، ما عندكش هيبه، ما عندكش قيمه، ما عندكش تكنيك، ما عندكش جامعه، وباغي تربح الارجنتين. واش كتصحابك انت المغرب؟ راه صعيب عندني انا اقول لك ليش ما اعطاك كرت، وانا عندي الحجه، واثبت لك الحجه الان. لانه الحكم عنده عمل وان، والفار عنده عمل وان، وميسي عنده عمل وان، فهم شافوه انه دعس على العشب. لان الشراب قال دعس على العشب، ما في اي شيء. عجيب الحكم هناك ما يعرف. هذا العذر ترى، خذ مني.
يا ميسي خليهم يا ميسي. ميسي حتى هذا الجيل يبغى ينافسهم. ميسي يا اخوان قاعد ينافس امبابي وهالاند. يا جماعه امبابي وهالاند ممكن حاليا في افضل مستوياتهم، ويا جماعه توهم بالعشرينات. ميسي جاهم بعمر يا اخوان كبير جدا وقاعد ينافسهم. اليوم امبابي سجل هدفين يا اخوان على المنتخب السنغالي. هالاند لعب بعدها مع المنتخب العراقي وسجل هدفين على المنتخب العراقي. ميسي اليوم يا اخوان بعدهم لعب كلهم ولعب ضد المنتخب الجزائري، جاب هاتريك يا اخوان، بعد ما عرف ان امبابي تجاوز بعدد الاهداف في كأس العالم، وايضا بعد ما عرف ان هالاند مسجل هدفين. يا ميسي ارحمنا يا ميسي، انت توك ماخذ المونديال خلاص يا ميسي. الجميع توقع انك ما راح تلعب هذا المونديال وراح تعتزل وخلاص ختمت الكوره. باقي يلعب وينافس امبابي وهالاند. يا جماعه اللي المفروض ان الحين هم بالفورمه، المفروض هم بالفورمه، ميسي قاعد يتفوق عليهم.